شوارع وميادين مصر المحروسة لكل منها أصل وحكاية وتاريخ، فالشوارع هي خير دليل على تاريخ الشعوب. والأسماء التي أخذتها شوارع القاهرة لم تكن صدفة، بل تم اختيارها عن قصد. فقد أخذت أسماء الدول العربية لا سيما خلال فترة المد العربي أيام الرئيس جمال عبد الناصر أسماء لملوك وحكام وسلاطين وشخصيات مشهورة وأماكن أثرية وأسماء نضالية. والنهاردة في أصل حكاية الشوارع هقول لكم عن سبب تسمية شوارع القاهرة القديمة. اتنين، شارع المغربلين. يقع شارع المغربلين بمنطقة الدرب الأحمر في قلب القاهرة الفاطمية نسبة لعصر الدولة الفاطمية، وامتداد لشارع المعز، أكبر متحف إسلامي مفتوح في العالم بحوالي 37 أثراً معمارياً قديماً. وسمي شارع المغربلين بهذا الاسم نسبة للحرفة النشطة في هذه المنطقة بحكم اتساع تجارة الحبوب، وكان هناك يتم غربلة الحبوب بواسطة الغربال بهدف تنظيفها مما بها من شوائب. وهو حي شعبي من أشهر من ولدوا به الفنان محمود المليجي. ويعد شارع المغربلين من أهم وأقدم شوارع القاهرة، ويبلغ عمره الآن 700 عام، ويوجد به الكثير من البيوت التراثية التي مر عليها 200 عام، وأكثرها مبنى من الأحجار البيضاء الثقيلة المزخرفة من الخارج بالتراث الإسلامي القديم. وهناك معالم أثرية قديمة بها، ومن أهمها مسجد جاني بيك الأشرفي الذي بناه الأمير جاني بيك الدوردار منذ عام 830 هجريا. 3. بركة الفيل. نشأت بركة الفيل في القاهرة التاريخية نتيجة الماء الآتي من الخليج المصري المعروف الآن بشارع بورسعيد. والخليج كان مجرى مائي متفرع من النيل عند مصر القديمة، وظل الماء يجري فيه إلى أن ردم سنة 1896 بعد تفشي وباء الكوليرا، ليحل محله أول خطوط الترام سنة 1899 لينتهي مشهد الخليج المصري. وتعتبر بركة الفيل من أقدم برك القاهرة ذكراً في التاريخ، وكانت تضم أعظم المتنزهات والقصور الفخمة، وتعد أيضاً من أقدم أحياء مصر القديمة. وقد ورد ذكرها في كتاب التحفة السنية وكتاب قوانين الدواوين من ضواحي القاهرة خارج باب زويلة. وبلغت مساحتها 40 فدان تقلصت مع مرور الزمن. وفي العصر المملوكي كانت وقف أيتام الملك الظاهر بيبرس، ثم استولى الأمراء على أجزاء من مساحتها بعد ذلك، واستمر التعدي على أرضها ونسي وقفها. وقد شيد حول البركة الكثير من القصور الفخمة في زمن المماليك والعثمانيين، حتى قرر خديوي مصر عباس حلمي بناء سرايا الحلمية التي هدمت في بداية القرن الماضي، وحل محلها حي الحلمية الجديدة. ويرجع سبب تسمية بركة الفيل إلى رجل اسمه الفيل، كان أحد أصحاب أحمد بن طولون. وهناك رأي ثاني ينسبها إلى دار الفيلة التي كانت واقعة على حافة البركة. ويوجد رأي ثالث يذكر إنه كان يسبح فيها فيل كبير يخرج الناس لرؤيته. أما اللفظ الوثائقي في زمن المماليك والعثمانيين فهو إما بركة الفيل أو بركة الأفيلة. 4. حوش الغجر. تقع هذه المنطقة خلف سور مجرى العيون في مكان شبه مغمور، ولهذا السبب كانت تأتي بعض القبائل الغجرية التي كانت تطرد من الصعيد هاربين إلى القاهرة محاولين الاختفاء لفترة. 5. درب البرابرة. مكان له تاريخ طويل، وتحديداً خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر والحكم الملكي، حيث اقترن لفظ البرابرة في ذاكرة المصريين بفرق الهجانة، وهم طائفة من الحراس الأشداء كانوا يركبون الجمال وتوكل إليهم مهمات تفريق المظاهرات، وكان معظمهم من أبناء أرياف الجنوب المصري.
واليوم يقبل على هذا الضرب معظم المصريين، خاصة إذا كانوا مقبلين على حدث سعيد، ليتحول الضرب من ذاكرة الآلام في الماضي إلى سوق كبيرة ترمز سلعها إلى السعادة. وعلى الرغم من اختلاف الروايات حول التسمية الحقيقية لضرب البرابرة، فإنها تنحصر في روايتين أساسيتين. الرواية الأولى بترجعها إلى المنحدرين من قبائل البربر، أي الأمازيغ، في شمال أفريقيا وبلاد المغرب العربي، الذين جاءوا مع جوهر الصقلي أثناء فتح مصر في عهد الفاطميين، واستقروا في هذا المكان. والرواية الثانية بتربطها بالعمال النوبيين الذين قدموا إلى القاهرة والدلتا مع بدايات القرن التاسع عشر، وكان ضرب هو مكان تجمعهم وإقامتهم. إنما يقول البعض إن جماعة من البربر جاءت إلى القاهرة للعمل كخدم وسفرجية لدى البشوات أثناء حكم محمد علي باشا الكبير في بداية القرن التاسع عشر، وكان المطار قريبا من القصور الرئاسية لحكام مصر، ونظرا لتعايشهم في شكل مجتمع صغير لهم، كانت إقامتهم في درب البرابرة، والذي أخذ الاسم منهم. 6. حي العباسية، من الأحياء الشهيرة في القاهرة، حيث توجد به أشهر الجامعات المصرية، جامعة عين شمس، كما أنه يصل بين غرب القاهرة وشرقها. ولكن هل تخيلت يوما معي عزيزي المستمع أن حي العباسية كان صحراء جرداء، ثم تحول إلى حي الأثرياء ومهدا للمنشآت العسكرية مع مرور الزمن؟ كانت العباسية مجرد صحراء جرداء تطل على شرق القاهرة، ومن المؤكد أنها أول ضاحية كانت على الطريق المؤدي إلى قريتي المطرية وهليوبلس أو واحات عين شمس. وضع أساس الحي عباس حلمي الأول باشا والي مصر، الذي تولى الحكم بعد وفاة الوالي الثاني إبراهيم باشا سنة 1848، واستمر واليا على مصر حتى سنة 1854. فقد قرر عباس الأول تشييد سكنات عسكرية للجيش المصري على حافة الصحراء، ووضع أسس حي العباسية، وشجع الناس على تعمير هذه المنطقة عن طريق منح الأراضي وتشييد مستشفى ومدرسة وقصر، وصار على منواله الوالي الرابع سعيد باشا. وكان عباس يميل للعزلة، واختار أن يبني قصوره في المناطق الهادئة، فقام ببناء قصرا ضخما في العباسية، ولذلك سمي حي العباسية بهذا الاسم. وحكى المهندس فرنالد ديليسيبس عن هذا القصر قائلا إن نوافذه بلغت 2000 نافذة، فهو مدينة كاملة في الصحراء. إلا أن الطفرة الأساسية كانت في عهد إسماعيل باشا، والذي أنشأ عدة مدارس عسكرية فيها، ونقل إليها مدرسة الضباط المدرسة الحربية، لكي يسهل على التلاميذ القيام بالتمرينات الحربية وضرب النار في الخلاء.